المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أقدمها لكم صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. وفد إريتري ينقل رسالة من الرئيس السياسي إلى رئيس المجلس العسكري السوداني. إريتريا تشارك في منتدى التعاون الأفريقي الصيني. دورة تدريبية في لغة الإشارة في كرن. مقتل 42 من داعش في منطقة بحيرة تشاد. أمريكا تدعو إيران للحوار لتخفيف التوتر. قتلى في فيضانات جنوب غرب الصين. أهلا بكم مشاهدينا. التقى وفد عالي المستوى ضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب. التقى اليوم 24 من يونيو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وسلمه رسالة من الرئيس سياس أفورقي. وأكدت رسالة الرئيس سياس أفورقي دعم الحكومة الإريترية لشعب السودان وقواه السياسية والمجلس العسكري الانتقالي، وأشادت بالدور الجاد للمجلس العسكري الانتقالي لجهوده في القيام بعملية انتقالية ناجحة، والإعراب عن ثقته القوية لارتقاء العلاقة الإريترية السودانية التي دخلت مرحلة جديدة إلى أعلى مستوى التعاون. وأشاد رئيس المجلس العسكري السوداني بدعم وتشجيع إريتريا انطلاقا من حسن الجوار لحل قضايا السودانيين عبر السودانيين أنفسهم، وأكد على الرغبة والجاهزية لإعادة العلاقة بين البلدين إلى وضعها الطبيعي. والتقى الوفد الإريتري على المستوى بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني ورئيس لجنة السياسة والأمن، وبحث معهم مواضيع مماثلة. وقد وصل الوفد الإريتري العالي المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم، وكان في استقباله الفريق الركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية. شارك وفد إريتريا برئاسة مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس كبرهوت في اجتماع منسقية تنفيذ قرارات منتدى التعاون الأفريقي الصيني الذي افتتح اليوم 24 من يونيو في العاصمة الصينية بكين. ويشارك في الاجتماع المستمر ليومين أكثر من 80 وزيرا ومسؤولا كبيرا من الدول الأفريقية. وقال نائب الرئيس الصيني وان كيشا في افتتاح الاجتماع أن الاجتماع خطوة هامة لتنفيذ مخرجات قمة منتدى التعاون الأفريقي الصيني المعروف بفوكاك، والذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي في بكين. وأوضح رؤساء الوفود الأفريقية المشاركة في الاجتماع أن التعاون الأفريقي الصيني يعتبر مثالا للتعاون بين الدول النامية. قدم المواطنون في دول المهجر بمناسبة إحياء ذكرى الشهداء أكثر من 36 ألف يورو وحوالي 39 ألف دولار وأكثر من 47 ألف جنيه سوداني و52,500 نافة لتنمية صندوق أمانة الشهداء ومساعدة أسر الشهداء. وقدمت الجالية الإريترية في كسلا والقضارف وبورسودان والخرطوم وتنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وشباب الجبهة الشعبية وكنيستي القديس ميكائيل وأبونا أرقاوي مبلغ 47,850 جنيها سودانيا، مواصلة لقرار كفالة 15 أسرة شهيد. وقدم الإريتريون في ميلانو وضواحيها الإيطالية حوالي 22 ألف يورو، وفي هولندا قدم الإريتريون في روتردام 5,931 يورو، وأمستردام 2,719 يورو، وأمبر سفورت 1,600 يورو، وكامبن 1140 يورو، ولايدن 930 يورو، وواتريخت 500 يورو. وفي الولايات المتحدة الأمريكية قدم الإريتريون في مدينتي سانت بول ومينابولس 12,478 دولارا، وأتلانتا وضواحيها 12,000 دولار. وقدم الإريتريون المنضوون في جمعية أبناء القلب الواحد في إسرائيل 12,000 دولار أمريكي، والإريتريون في جنوب أفريقيا 3,217 دولارا أمريكيا، والإريتريون في كولن الألمانية وضواحيها 1,200 يورو. ما قدم الإريتريون في شيكاغو الأمريكية 52,500 نافة. وتعهد الطفلان الأخوان ناود ويوهانا فطوم من مدينة برلين الألمانية بادخار 30 دولار شهريا لمساعدة أسر الشهداء لمدة عام.
تلقى 43 مواطنا دورة تدريبية ل6 أشهر في لغة الإشارة لتسهيل التفاهم مع الصم في مختلف المؤسسات الخدمية بمدينة كرن. وقال المشرف على مدارس الصم في إريتريا الأستاذ مدحن يوحنس في مراسم التخريج أن الدورة التدريبية المجانية تهدف لتمكين التفاهم مع الصم، وهي مبادرة للتعرف جيدا على المعاقين عامة والصم خاصة. وقال المشاركون في الدورة أن معرفة لغة إضافية فائدة كبيرة، ومن المهم معرفة لغة الإشارة وخاصة للمهنيين. وتشير مدرسة الصم إلى وجود أكثر من 20,000 مواطن أصم في البلاد. تم نقل رفات 4 شهداء استشهدوا عام 1988 في قصف جوي لطائرات نظام الدرب الاستعماري في منطقة أزهرة. تم نقل رفاتهم إلى مقبرة الشهداء بمدينة أفعبت. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا إليكم التقرير التالي بصوت الزميلة حنان عمر. تم نقل رفات الشهداء الأبطال التي كانت في منطقة أزهرة لفترة 30 عاما إلى مقبرة أفعبت للشهداء مكان المجد والعز، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء. وأفادت المعلومات الواردة بأن الشهداء الأربعة الذين تم نقل رفاتهم إلى مقبرة أفعبت للشهداء استشهدوا في 21 من مايو لعام 1988 إثر قصف جوي. وقد اتخذت الخطوة للحفاظ على رفاتهم التي كادت تجرفها السيول. وقد شهدت تلك المراسم مسيرة أقدام شارك فيها أكثر من 200 شاب وأعضاء قوات الدفاع والمواطنين، وكذلك سرد البطولات الإعجازية التي شهدتها معركة نادو إز التاريخية، بالإضافة إلى أنشطة التشجير. في غضون ذلك أشار مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد كيداني يوهنس إلى دفع 24 مليون نقفة في العام الماضي لإعالة أسر الشهداء. كما أوضح السيد كيداني عن تقديم دعم عيني ل100 أسرة شهيد في هذا العام في إطار البرنامج الجاري لتأهيل أسر الشهداء بتقديم دعم عيني، لا سيما أن المواطنين يقومون في زراعة مزارعهم ويشاركون في حل كافة الإشكاليات التي تواجههم عن كثب. جرت انتخابات لجان الصلح للمحاكم الأهلية في 15 ضاحية بمديرية أقردات. وهدفت الانتخابات التي جرت في ضواحي مدينة أقردات في ضواحي عدردي وعلي باناي ودكسي وشلاب وانقرني ودرت وندرايب وولد أبرق وسوليب ووسطي وحواقو وكارشميلا، هدفت لإيجاد آلية لحل القضايا عبر الصلح. وتم انتخاب 54 عضوا في لجان الصلح بينهم 19 امرأة. وأكد السكان انتخابهم من يتوخون فيهم الكفاءة لإنهاء القضايا عبر قيم وأعراف المجتمع. جرت أنشطة لإصحاح البيئة المجتمعية في قرى كرمود وجناق وعد النصور ولنشيا وقدينيا للحد من الأمراض المعدية. وأوضح السكان في برنامج تدشين إنجاز إصحاح البيئة أنهم كانوا عرضة لمختلف الأمراض لعدم نظافة البيئة، وقد قاموا بإصحاح بيئتهم نتيجة الأعمال المنفذة على المستوى العام. وذكر خبراء صحة البيئة إصحاح بيئة 51 قرية في المديرية في إطار جهود السيطرة على الأمراض الناجمة عن نقص النظافة البيئية، ويشمل ذلك 80% من سكان المديرية، مشيدين بتعاون المواطنين والإدارات. وأشاد مسؤول صحة البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد برهان قبركدان أشاد بمبادرات القرى، موضحا بأن إصحاح البيئة يحد من أمراض العيون والأمراض الجلدية والأذن والإسهال والأمراض المسببة لارتفاع حرارة الجسم وغيرها من الأمراض. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
قالت قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات من دول غرب أفريقيا في بيان لها أن قواتها قاتلت 42 ممن يشتبه بأنهم من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في معركة بمنطقة بحيرة تشاد يوم 21 من يونيو، وهو أكبر عدد قتلى في صفوف المسلحين خلال الشهور الستة الماضية. وقالت القوة في البيان أنه تم تحييد 42 إرهابيا خلال القتال في جزيرة تورون نايرا في بحيرة تشاد وحولها. وأضافت القوة التي تضم جنودا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون أن أحد جنودها قتل كما أصيب 10 آخرون. وفي إشارة على ما يبدو لنفس الاشتباكات، قال تنظيم الدولة الإسلامية أن مقاتليه قتلوا 15 من الجنود في المعركة، وأضاف أن الانتحاريا فجر عبوة ناسفة ولكنه لم يشر إلى مقتل أي من مسلحيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى للحرب، وذلك بعد أن حذر مسؤول عسكري إيراني كبير من أن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن السيطرة ويهدد حياة الجنود الأمريكيين. وكان ترامب قال أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران اعتبارا من اليوم الاثنين، لكنه أشار إلى أنه مستعد للسعي من أجل التوصل لاتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر. وما زال التوتر سائدا بين العدوين اللدودين إيران والولايات المتحدة بعد أن قال ترامب أنه منع توجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، لأنه رأى أن الرد سيكون غير متناسب. وهونت إيران من تأثير أي عقوبات أمريكية جديدة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله أن هذه العقوبات مجرد دعاية في ظل فرض كل أنواع العقوبات، ولم يعد هناك عقوبات أخرى متبقية. وقرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين القول بأن واشنطن مستعدة للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة. وتتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر الذي تصاعد عقب الهجمات على ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع القليلة الماضية، والتي حملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليتها وإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة الأسبوع الماضي. أعلنت سلطات مقاطعة غوغويتشو جنوب غربي الصين مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين بسبب الفيضانات العارمة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المقاطعة منذ أيام. وذكرت سلطات المقاطعة في بيان أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في 17 محافظة بالمقاطعة، مما أثر على أكثر من 455 ألف شخص. وأضافت السلطات أن الفيضانات أتلفت 11,500 هكتار من المحاصيل وتسببت في انهيار 12 منزلا، فيما تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 113 مليون دولار. تتنافس أقرب الشوارب واللحى في مسابقة أقرب لحية ببطولة فرنسا المحلية التي تعقد كل عام في شهر يونيو. وعقدت المسابقة هذا العام في العاصمة الفرنسية باريس، وعرضت نماذج مختلفة وغير مألوفة للحية والشارب. وتتنوع أشكال الشوارب واللحى بصورة لا تراها مجتمعة إلا في تلك المسابقة. وقامت لجنة التحكيم بتقييم اللحى والشوارب وفقا ل 18 تصنيفا، من بينها أفضل لحية كثيفة وأفضل لحية خفيفة وأجمل اللحية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.